اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ازيك يا ستوته انتوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا حلوين. يلا يا اختي انتوي قربوا عشان نعمل بقى الفطار، ولا عاوزين كده الراجل بتاعنا يولع فينا النهارده احنا وانتو؟ يلا قولوا لي كده هتطبخوا ايه وهتجهزوا ايه في الفطار بتاعنا النهارده؟ كل يوم محتارين، كل يوم محتارين. نعمل ايه في الفطار؟ نعمل ايه في الفطار؟ شهر رمضان حلو وعسل وكل حاجه، بس ايه المشكله في الحير. ما علينا، انت طالعه تشكي وجايعك يا نفسي، ما علينا. إيه هنعمل بقى النهارده يا حبايب قلبي؟ مع بعض كده مكرونه حمراء، وهنعمل ايه فضلة خيركم؟ كبده، ونعمل مكرونه بتاع مكرونه، ما انت قلت مكرونه. كفته ولا كفته؟ ماشي. فاللهم صل على النبي كده. انا بحب اعمل المكرونه بالثوم. الناس اللي هتقول انت بتحب الثوم، انا بحب الثوم. ماشي يا حبيب قلبي. يبقى امسك انا، بصي يا وليه، انا اول ما حاجه كده هخش المطبخ واعمل اكل، بقوم ده فرمه راس توم في الهون دب دب كده، واخليها بقى فريحي في المطبخ. مثلا اعمل اي اكل بشد منه حته كده. فزي ما انتم شايفين كده قلت التومه بتاعتنا اكن اعمل ملوخيه، بس هي مش ملوخيه يعني. ماشي. وقمت فرمه بقى شفشق الطماطم بتاعنا كده الحلو ده، وخلاص ولعنا على التسبيكه بتاعتنا تتسبك وايه، ونخش على الكفت. وما ادراك ما الكفت. جبنا بقى العزاول بتاعتها، علشان بطل واد سماكه ولا، علشان نشوف هنعمل ايه. ده قرن فلفل احمر وقرن فلفل اخضر، مسكتهم كده ايه، قطعتهم زقنون زقنون. وبصلايه يا حبايب قلبي، صفيت الميه بتاعتي دي التفل بس يعني. ماشي. ودي بقول لكم البقسماط اهو، وعامله شايفه بدور على ايه مانيش فاهمه. ف ودي بقى ايه، حزمه بقدونس. ودي بيضه، دي من بتاعت الدجاجه بتاعتنا. وشوفوا بقى دي ميه البصل اللي هناك دي، هحطها بقى عليها ايه، معلقه صلصه، علشان اصبع بها الكفته و... وتبقى حلوه وعسل وظريفه زيكم كده. خلاص يا حبايب قلبي، يبقى احنا كده ماشيين واحده واحده اهو. ميه البصل حطينا عليها معلقه صلصه، ماشي، عشان نصبع بها الكفت. وهنا بقى ايه اللحمه المفروكه بتاعتنا على رأي السويسي اهو. هنحط بقى عليها المكونات بتاعت البصلايه، بصله واحده يا ولاد عشان ما تفكش منكم. وديت قرن الفلفل الاحمر على قرن الفلفل الاخضر، ماشي. وخلي بالكم بقى، انا كنت نسيت احط حته توم معاكم كده، بس حطيتها من وراكم. خلي بالكم. وحطيت بقى شويه البقدونس دي حزمه يعني رابطه يعني، خدت منها نصها زي ما انتم شايفين. وخدت معلقه ايه، بيكنج باودر. خلاص يا ولاد، يبقى أنا عندي كده ايه، ماشيين يا ولاد متفقين حلوين كده اهو. ولا في لخبطه ولا في اي حاجه. وزودت بقى انا من عندي ايه كده بتاع مرقتين دجاج دي، عشان يبقى الكفته بتاعتنا حلوه. والمصحف يا ولاد انا شوفوا فطارت. وبسجل لكم على الفيديو وانا بشرب الشاي، ماني مبطله شرب ميه من حلاوه الاكل وجمال. لا مش تقولوا الاكل حادق يعني، ده انا مظبطاه ومروقه عليه. ناخد حبه شاي ونرجع تاني. خلاص يا حبايب قلبي، كل ما الطعام الاكل ما تكتريش ملح بقى كده بقى. احنا خشينا في المرحله الغلط. انت حاطه مرقه، ما تكتريش ملح. مش تنزلي دب 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 كده، وجابوا العيال يلاقيك محدقه الاكل يقول لك ايه دي يا ستوت، قوم دلق الاكل في الشارع. انا من النوع بقى يا حبايب قلبي، لو كلت حاجه حادقه زياده عن اللزوم بعيد عنكم عشان لما تشوفوه دماغي بيصدع في ساعتها. ماشي. طب انت قاعده تلوك والمصحف، ما احنا عارفين منك حاجه بتحط ايه. حطيت بقى يا حبايب قلبي بهارات كفته، وحطيت فلفل اسود، وحطيت بهارات لحم، اسمع يلا. وحطيت السبع بهارات. استنوا كده ما اشوف ايه دي كمان. والله ما انا عارفه ده ايه. وحبه كمون، ما علينا يعني. كل اللي عندي انا بحط منه. ما بزعلش حد. وايه، ونقوم بقى ماسكين كده فرمان كله، وفوقهم البيض. انت بتحط بيضه ليه؟ انا صراحه ربنا لو هي بيضه وزاره يعني، بيضه من بتاع الدكان مش هحط. بس دي بيضه منين؟ من الفرخه بتاعتنا. خلاص يا حبايب قلبي. اه انتوا عارفين فرخه بتبيض وفرخه ما بتبيضش، فالحمد لله يا حلا. الفقر والجدعان. اه خدنا البيضه بقى بتاعتنا حطيناها، كن لو بيض من التاني حد الله ما احط في بقي خالص. بقرف منه يا ولاي، مخ وحش. اه ركنا بقى المعلقه كده، قلنا لها ايه، انت في حالك واحنا في حالنا. حد الله ما بيننا وما بينك يد المعلقه، احنا نخش بايدنا بقى. انا شايفاك وهقوم انتفك. ماشي. اهو زي ما انتوا شايفين كده، قمت راكنه بقى المعلقه ونزلت بقى بايدنا كده. الايد اللطيفه الظريفه بتاعتك انت ويا يما. تنزلي بقى ايه، فرم فرم. طعم خطير والله. طب الله يصلح حالك، عشان ما اضربك شيء هضربك برضه.
المهم اكتب بقى. المهم يا حبايب قلب تقوم بقى ماسكه الكفته كده بايدك، شوفي بقوتك وبعزمك، وتديه انفخها نافخ علشان الكفته بتسخن من ايدك كده، وتبقى حلوه وتبقى مفتله وحلوه كده. وقمنا بقى راكنينها يا حبايب قلبي تشمع، وفي نفس الوقت كان هناك الصلصه بتاع المكرونه بتتعمل، وطلعنا المنجايه الظريفه اللطيفه العسل دي متلج. انا بقشرها يا حبايب قلب وهي متلجه، بستحمل السقعيه بتاعتها شويه بس مش مشكله، بس بتنكت لك لحم مية مية. اه والله بصحيح، انا دي طريقتي في المانجا وفي تخزين المانجا. بخزن المانجا بقشرها وبقشرها زي ما انتوا شايفين. وخلاص العصير بتاعنا راخر اتعمل واتركن. يبقى نخش بقى على على الكبد. الكبده بقى مسكتها غسلتها بطحينه وبليمون برتقانه والنعمه برتقانه زي ما بقول لكم عشان الزفار. وروقت عليها احلى تروقه، السنه موسوسه قوي ونفسي وحش. ماشي يا حبايبي، كل اللي يعني قريبين مني عارفين ان انا عندي خنك. فحطيت بقى حبه زيت زي ما انتوا شايفين كده في الصينيه، وخليتها تتقدح لما توحوح. ونزلت بقى نقيت حته الدهن اللي في الكبده دي. دي لحمه، دي كبده طازه يعني يا وليه، مش باكل اللحمه الكبده اللي بالكم منها التانيه دي، بقرف منها، بحس ان هي زفر. ما علينا، بس هي حلوه برضو يعني مش وحش. شفتوا الكبده بتاعتنا بقى في الطبق ولا نقطه دم. انا مسكت الكبده دي يعني عملت فيها اللي ما بتعملش، يكفوك الشر. دخلتها النار صحي. طب انت هتقولوا انت كده بتنزلي الغذاء بتاعها. ايوه انا عارفه، انا مش لسه بقول لكم انا متخلفه. انا عارفه ان انا بنزل الغذاء بتاعها. اسمع بقى ناس يقول لك ده احنا بنطبخ الكبده دي من غير ما تتغسل، هتضل ما احطها بق ولا اشرب الميه عند الناس دول اصلا. فمسكتها بقى زي ما انتوا شايفين كده اهو، شوحتها تشويحه حلوه على السخن. خلاص كده اديتها صدمه، وقفلنا المسام بتاعها ولا المسام دي ما اعرفش اسمه ايه. وانا بسمع الناس يقولوا يعني فبقول زيهم. فقفلناها اهوت كده. عشان تبقى حلو. وحته الدهنه دي بقى انا سبتها كبيره، هي كده كده مش هتتاكل يعني عشان احنا في رمضان، بس تسيل بقى الدهن بتاعها كده والسمنيه بتاعتها. طيب كده يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين الكبده كلها قفلت، وتبصوا عليها كده تقولوا ده مستويه. خلاص طيب نقوم بقى نازلين بالتومه بتاعتنا. دي طريقه الكبده الاسكندراني. في بقى مفاجاه جايه ورا في الكبده ده هتشوفوها، بس شوفوا ركزوا. اوعوا تمشوا كده ولا كده عشان تشوفوا المفاجأة اللي هتحصل في الكبدة دي الآخر. مفاجأة لا كانت على البال ولا على الخاطر، بس خليكم معايا. وما تقربوش الفيديو يا سعدية انتوا، وانا بشوفكم وبعرفكم. اوعوا تقربوا الفيديو. ماشي علشان اللي بتاع القناة بتاعتنا تستفاد كده. اسمع بقى، القناة بتاعتنا تستفاد منكم كده بحاجة، بأي مشاهدات ولا أي حاجة يا ولاد. أنا بقالي سنتين يا ولاد في السوشيال ميديا دي، بقالي سنتين على اليوتيوب، خلي بالكم. طيب المهم بقى يا حبايب قلبي، نزلنا بقى بحته التومه كده وتشوحي فيها. مجرد ما تشم ريحه التومه، اوعى تسيب التومه تتحرق يا نفوس. مجرد بس ما تشم ريحه التومه كده، تقوم بقى مقلباها كده زي ما انت شايف. خلاص يا حبايبي، وبوريكم بقى الصلصه بتاعتنا هي كنت طفت عليها بتاع المكرونه، عشان مش هنسلق المكرونه الا الساعه 5 يعني. خلاص. خلاص احنا كده الكبده الاسكندريه بتاعتنا ماشيه واحده واحده اهو. وايدك فيها بقى، يعني كل مرحله تخشي. شوفوا بقى بقول لكم النار تكون شديد، ما توطوش النار في المرحله دي عشان احنا مش عايزين الكبده بتاعتنا تصر ميه وتبقى تجيب زفره وتجيب حاجات وحشه كده مش عاوزين. خلاص. خليكم شطار وجدعان كده زي اختكم ناديه الشرقاويه عشان يبقى الاكل بتاعكم مية مية. خشنا بقى فين على البصل. انا عارفه هتقولوا له ليه حط 10 كيلو بصل على كيلو الكبده. مش مشكله، حلو. منها اول حاجه هتكتر الكميه، ومنها تاني حاجه بقى تديك التسكيره والتعسيله هتبقى فل ومية مية كده. الكبده بتاعتك دي يعني. وانزلي بقى يا حبيبه قلبي انت وهي بقرن فلفل احمر، عليه قرن فلفل اخضر. لو عندك فلفل من اللي هو الالوان دي حطي. شوفوا بقى حطينا بقى حبه زيت عشان البهار بتاع البصل بتاعنا يبقى حلو كده ويدبل ويبقى مية مية. خلاص يا حبايب قلبي، خلينا برضو في مفاجأة لسه جاية في قلب الكبد، بس اوعوا تروحوا كده ولا كده عشان تشوفوا المفاجأة عارفين لو سرحتوا الفيديو مش هتشوفوه، مش هتعرفوا تحتروا فيها انا عارف. فخليكوا شطاطير وزرفوا كده وعسل، وامشوا واحدة واحدة معايا في الفيديو عشان تشوفوا المفاجأة. وتعملي كده لعبد الواحد جوزك انت وهي الكبدة بالطريقة بتاعت اختكم نادية الشرقاوية تبقى حلو. دي بقى يا حبايب قلبي بهارات كبد. ماشي، انا جايباها من عند سامي العطار، عمو سامي. ماشي، جايبه منه الكبده البهارات دي. فيا حبايب قلبي كده حطينا بهارات الكبده. استنوا بقى بتلاقوني بجيب حاجه تانية. ودي الفلفل الاسود، اسود على العمر بعد عنكم. ماشي، علشان تبقى حلوه كده.
الكبده بقى انتوا عارفين ان هي بتبقى يعني من انواع الزفار، لازم نكتر الفلفل الاصفر، بس مش تكتره قوي عشان ما يحرحرش على صدركم ولا على قلبكم وتقولوا دي شورة ناديه منها لله. خلاص يعني كل حاجه في المعقول كده، سبحان الله، في المعقول في المعقول. خلاص، ونحط بقى ورقتين لوري كده عشان برضو تدي راحه كده حلوه. بس يا محمد الازازه شوفها لا تكون مفتوحه، تكون فيها ريحه واخده ريحه يا حبايب قلب البهارات. اصل ورق اللوري ده حلو قوي من بلاد بره يعني، بس حلو يعني. ما علينا يا حبايب قلبي كده، صلوا على النبي اللي يوصل عندي كده يصلي على النبي. وشوفوا بقى الكبده بتاعتنا، والله يا ولاد ما بشكر في نفسي. اهي المفاجاه وصلنا لها. يو 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 الولاد تهبلت تحط زبادي على الكبده، جربوها جربوها ومش هتخسروا حاجه. شوفوا والله العظيم هتدعوا لي مش هتدعوا عليا، انا واثقه في نفسي. والله كمان مره، والله 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 هتدعوا لي مش هتدعوا عليا لو حطيتوا كوبايه الزبادي الساده دي على الكبده بتاعتكم. شوفوا انسوا بقى تلاقوا ريحه زفاره، انسوا بقى تحسوا ان انتوا بتاكلوا كبده، بتاكلوا حاجه تانية. خليتها طريه وخليتها جوسي وخليتها مية مية. شوفوا حلوه حلوه صدقوني، جربوا بس كده وان شاء الله هتبقى عسل. خلاص يا حبايب قلبي، انتوا عارفين انا جايبه الطريقه دي منين؟ مش من اي حد، ده من الشيف علاء الشربيني. عارفين علاء الشربيني؟ انا جايبه الطريقه دي غشاها منه، خلي بالكم. والله بجد ده انا متابعاه من زمان وبتفرج عليه في التلفزيون، فشفته قلت يو الراجل ده وليه حاطط الكبده عليها زبادي. وجيت في يوم يا حبايب قلبي وقمت مجرباها، ومن وقتنا هذا وحيت النعمه الشريف حتى الغطا مش لادد عليه الكلام. شوف هيقولوا لي الوقت انت بتعملش بفرشه، انا لسه هرجع ورا اجيب الفرشه ولا ايه؟ بس يعني بايدي وخلاص. شوفوا بقى يا حبايب قلبي الكفته بتاعتنا بقى تحط، انا ما عنديش بتاع من الحديده اللي بصبعوا بقى دي، بصبع يا حبايب قلبي زي ما انتوا شايفين على الشوكه بس يا بابا، بصبع على الشوكه زي ما انتوا شايفين كده اهو. فخلي بالكم بقى، شوفوا انتوا المفاجاه برضو في الاخر في الكفته دي. شوفوا انا عامله الصباع قد العجل ازاي، شوفوا الصباع التخن هتكيش المشكوك في دوايرها بعيد عنكم اللحمه كش باين كانت سقعان. والله بجد انا مكبره الصبع قد اهو. وحتى يوسف ابنه بيصورني بيقول يا ماما الصباع كبير قوي، قلت له يا يوسف انا مش ضامنه اللحمه افرض كشت يقولوا ايه الوليه دي بخيلها مقطعه صوابعها وعاملاها كفته ولا ايه. وفعلا اللي حسبته لقيته. خلي بالكوا يعني الكفته اللحمه كشت اهو. فالحمد لله والشكر لله ربنا مكمل ستره معايا ان انا ما صغرتش الصباع وكده وسمعت كلام من الولد. ماشي يا حبايب قلبي، فانت اغمزي بقى الكفته بتاعتك غمزه بسيطه كده، انت مش هتبيعيها ولا توديها في حته. اكلي العيال يا حاجه، ما تبخليش على العيال صايمه طول النهار، خليهم يطلعوا من رمضان زايدين 30 40 كيلو وفحفحين ومحوحين كده. تبش ناشفه انت وهي وصباعك ناشف كده. هي الكفته ليكوا كبيره هتاكلوها، صغيره هتاكلها، يبقى تكبر الحاجه الكبيره كده تملى العين وحلوه كده. وخلاص اهو بقى. طب بس استنى ما اخلص، استنى. وزي ما انتوا شايفين كده يا حبايب قلبي عيالي قاعدين يضربوا في بعض، وهم اخلص الفيديو هم قاعدين. خلاص كده ميه المكرونه هيت يا حبايب قلبي، ولعنا عليها تغلي وقمنا سقطين المكرونه. يبقى كده الكبده خشت الفرن، يبقى كده الكبده لخبطتون، يبقى كده الكفته خشت الفرن، يبقى كده الكبده على البوتاجاز بتتسوى، يبقى كده المكرونه بتتسلق على البوتاجاز وصلصتها معموله، يبقى كده الاستاذ عصير اتعمل واتحط في الشفشه. يبقى الحمد لله ماسكين وقتنا بدري وحاجتنا تخلص كده في التمام وفي الكمام. المكرونه ديت بتبقى الاخر خالص عشان تبقى سخنه، يعني بكار يشتغل انت تعملي المكرونه، بكار يخلص تكونوا بتطفي على المكرونه. انا بعمل كده، تسمعوا بكار؟ انا بعمل كده والله عشان تبقى سخن. العيال يقعدوا يقولوا يلا ما عادش الا اقول له بقول لك انت ويو اقعدوا ساكتين عشان تبقى المكرونه سخنه يو ما تقعد ساكت يا ولد، صوتك يطلع في الفيديو عشان تبقى المكرونه سخنه ومية مية في الوقت. شوفوا بوريكم الكفته بقى في الفرن اهو، ومشغله لها من تحت يا حبايب قلبي، ومشغله عليها الشوايه بس مش بولع من فوق يعني. ممكن فطرنا خلص وغرفناه. ولسان العصفور دي كان عندي من امبارح سخنته برضه اهو، كنت انا عامله معاكم الفيديو بتاع صينيه البطاطس ولحمه ولسان عصفور. ودي كان فطرنا كده والرجاله قاعده بقى مستنيين المدفع يقول دب دب وقتل وكل سنه وانتم طيبين، واوعوا تنسوا اللايك والاشتراك يا اولاد.